بين التلفزيون والراديو والشغل عامة والبيت، ازاي بتقدر توزن بين ده وده، خصوصا ان انت عندك بنات ما شاء الله ربنا آه، يخليهم لك؟ ازاي بتقدر توزن بين الاتنين من غير ما تيجي على التانية؟ بص بحاول على قد ما اقدر، اكيد باثر في حاجات يعني كتير، بس انا ربنا كرمني باجمل حاجه في الدنيا، يعني رزق من ربنا واسع ليا. مراتي ربنا يخليها لي يا رب ويحفظها، فهي شايله عني كتير في الحته دي. يعني هي اللي شايله قصه البنات يعني من الالف الى الياء. انا لو عملت حاجه فبتبقى حاجه لا تذكر جنب اللي هي بتعمله معاهم بصراحه. فهي شايله عني كتير في الحته دي. وانا حتى ببقى بوندر هي بتعملها ازاي، لان هي ما شاء الله برضه هي بتشتغل وناجحه جدا 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 في شغلها وفي بوست مهم. فببقى بوندر هي ازاي بتعرف تعمل الحاجات دي كلها في نفس الوقت. وانا بقى عندي عيب ان انا وان تراك مايندد، يعني انا لو مركز في حاجه فانا مركز في حاجه بس. يعني انا مثلا لو قاعد بتفرج على ماتش مثلا ومركز في الماتش، لو عديت من قدامي ممكن ما اخدش بالي. ده فعليا يعني ممكن ما ابقاش مركز ان انت عديت. قاعد باكل مثلا مركز خلاص مش شايف اي حاجه تانية، فانا ما بعرفش اركز في حاجتين في وقت واحد. وطبعا معذبها ومعذبهم معايا بالقصه دي. فبحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل يعني تايم مانجمنت ما بين كل الحاجات دي، وعلى الله التيسير يعني ربنا يكرمني.